الجزء اللي هنشرحه دلوقتي الكلاينت تشيك انز. زي ما اتفقنا التشيك انز هي الأسئلة اللي بتروح للعميل. طيب دلوقتي هنعمل بقى حاجة مهمة جدا. عندي هنا صفحة اسمها كلاينت تشيك انز. حلو. الجزء ده مهم جدا وهيتكرر معانا كتير جدا في شغلك اليومي الاعتيادي اللي انت هتشوفه. حلو. هنفترض سيناريو حضرتك عندك او حضرتك عندك 100 عميل مشترك معاك. حلو. فانا بعت لهم تشيك انز ال100. حلو. مقاساتك ايه، طولك، ابعت لي صورك وهكذا. هل هدخل على كل واحد واشوف مين جاوب ومين جاوبش؟ لا. هنا بقى بيجي الدور بتاع الكلاينت تشيك انز. عندي هنا 5 تابات او 5 بوتونز. ممكن نقرب كده ونشوف. انا عندي هنا اول تشيك-انز، كل الناس اللي انا بعت لهم، كل الردود، كل اللي ما ردوش، كل اللي لسه عليهم الدور وهكذا. كويك فيو لو انا عايز ادخل عند حد معين، مثلا فلان اسمه احمد، فانا هدخل اشوف بقى هو ايه اخبار التشيك-انز، كام واحد جاوب فيها في احمد، يعني كام واحدة عمل لها سبميت، كام واحدة لسه وهكذا. لكن الاكثر استخداما التلاتة بقى دول: submitted check-ins, upcoming check-ins, unsubmitted check-ins. submitted check-ins أي حد من ال100 بعت إرسال أو send للcheck in دي من خلال الأبليكيشن، خلاص هتجيلك في الصفحة دي. فمجرد ما هي جات لك في الصفحة دي فدورك بيبتدي إن أنت تعمل له دايت، هتعمل له ورك أوت، أيا كان بقى الرياكشن بتاعك إيه على التشيك إن اللي اتبعت. upcoming check ins دي الناس بقى اللي احنا بنخليهم يتبعت مثلا ليهم تشيك انز نفترض كل 14 يوم. يعني الدايت بلان حضرتك ممكن بتغيرها من 10 ل 14 يوم، فبنثبت رقم كمثال وهنشوفه ان شاء الله بعدين. الجزء ده اللي تشيك انز انا عايز بتاعت الدايت دي مجموعة الاسئلة الخاصة بالدايت بلان، ال10 اسئلة دول مثلا تتبعت كل 14 يوم. ففي صفحة الابكامينج تشيك انز فلما بندخل عليها بيبقى عندي جزء مهم بقى. ايه هو؟ الupcoming check-ins بيبقى عندي اسم الشخص مثلا أحمد. أحمد ده في الآخر عندي جنبه على اليمين خالص في رقم. الرقم ده يا إما رقم بوزيتيف، يا إما رقم نيجاتيف أو زيرو، يا إما رقم بالموجب أو رقم بالسالب أو زيرو. حلو. طب رقم بالموجب معناه إيه؟ يعني زائد 3، زائد 4، زائد 5. أي رقم بالزائد يعني لسه فاضل له 3 4 5 أيام وتبعت له التشيك إن الجديدة علشان نعرف هو وصل لفين، فبالتالي نقدر نغير له الدايت، نقدر نغير له الورك اوت وهكذا. بالنيجاتيف عكسها، يعني انا كنت متاخر عليه -3 -4، المفروض كنت ابعتها له من 3 4 5 ايام وهكذا. انا اللي متاخر عليه كدكتور او ككوتش. حلو. طيب الزيرو اللي دل عليه الدور يتبعت النهارده، ده المفروض ادوس سند تشيك ان، بيبقى زرار سند تشيك ان تروح له للتشيك ان خلاص على الابلكيشن. تمام. ده الجزء بتاع upcoming chickens. اللي بعد دي ال unsubmitted chickens. انا بعت لل100 في 30 رد، في لسه 70 ما ردوش، فبيجي لك في الصفحه دي. فبدورك بتبعت لهم مثلا واتساب او تتواصل معاهم تقول لهم يا جماعه ادخلوا جاوبوا على التشيك انز عشان اقدر ابتدي اشتغل واعمل لكم البلانز اللي انتوا طالبينها وهكذا. فدي 3 صفحات مهمين جدا جدا جدا. تمام. ده الجزء الخاص بكلاينت تشيك انز بشكل دوري اللي بيحصل ايه. فدايما في يومك الطبيعي في شغلك دايما هتدخل تشوف submitted check ins مين جاوب عليا عشان ادخل اعمل له الشغل، upcoming unsubmitted. فدي حاجات مهمة هتحصل في اليوم الطبيعي بتاعك. دي الجزء الخاص بالclient check ins.